السلام عليكم صديقات، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هاد الصباح عندي موعد مع طبيبه ديال التغذيه بالنسبه لولدي، متبعه معاهم من قبل ما يتزاد. هو واحد روتين عادي، فحص روتيني، كيشوفوا الوزن ديالو، كيشوفوا واش الصحه ديالو غاديه مزيان. كيكون واحد الحوار مع الطبيبه ديال التغذيه على شنو كياكل، شنو خصو ياخذ في هاد السن، شنو خصني نضيف ليه، الكميات والى اخره. المهم دغيا ساليت، كانت الدنيا خاويه والرونديفو ديالي كان في الوقيته ديالو. ودابا كملوا معايا الفلوق، غادي ندوز ناخذ واحد التقضيه من المحل الصيني، نشوفوا المواد الاسيويه هنايا في فلوريدا كيف دايره. هانتوما معايا، ما تنساوش تعطيونا لايك لا فيديو، تشتركوا في القناه، وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. هاد ستور جا في كولونيال درايف في ايست اورلاندو، سميتو ايست سايد ازيان ماركت، وجيت خصيصا باش ناخذ صلصه المحار، ولقيت بزاف ديال الانواع د الماركات. المهم اختاريت وحده. لقيت عندهم هنايا زلايف، حيت هما كيستعملوهم، هما اللي تياكلوا فيهم الاسيويين كاملين، زوينين، غير هما راه دايرين لهم الثمن. ها نتوما زلايف ديال الحريره، كاينين هادو، شوفوا هادو زوينين. هنا كاين داك الطباسلات الصغيورين. عندهم هنايا الكيمتشي، وعندهم هادي واحد لاصوص ديال الكروفات، شوفوا كيفاش مصاوبه بحال الكروفيطات صغيورين. البنات اللي عزيز عليهم الاكل الكوري هما اللي يعرفوا الكيمتشي. ما يمكنش، لقيت عندهم الزا، شوفوا الزا وصلت لهنايا الاسيويين. صافي عندهم هنا داكشي ديالهم، هذه الثومه، عندهم هنا داكشي ديالهم الحوت مجفف، كاين اي حاجه كتعلق بالاكل الاسيوي كاينه هنايا. عندهم حتى الورقه ديال البريوات وداكشي، مي ما عرفتش الثمن ديالهم شحال دايرين ليهم. عندهم حتى شي ورقات وحده اخرين، مي هذه هي اللي معروفه كديروها حنايا البريوات. ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف، فأنت لطيف منك يشملنا اللطف، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قبل ما ندخل الكوزينه على البنات، بغيت نشارك معكم واحد المشتريات. انا عارفه بزاف ديال البنات كيبغيو افكار بحال هكا. شوفوا هذه لقيتها 5 بيلو، عرفتوا داك المحل 5 بيلو، وعجباتني بزاف. شوفوا فيها لي كومبارتيمون صغيورين، وكتنفع هكا في الخريجات، ولا كتنفع حتى دابا في رمضان. راه باقا ما حليتهاش، راه من الاول د رمضان وانا تنقول زعما نعمرها. مثلا كل بلايصه دير فيها هذا التمر، هذا شي حاجه بحال هكا. ها هما راه فيهم هاد البواطات بحال هكا ديال البلاستيك، عجبتني بزاف. انا بصراحه في الاول خديت هادي لقيتها فروس، ولقيتها بشي ثمن خيالي، لقيتها بشي ثمن رخيص، بلاتي نتفكر $8 99، قلت $9. وتا هي راه مازال ما حليتهاش، تا هي فيها ليديتات بحال هكا، وقلت دابا ما حدني غنحلهم اليوم. قلت نشاركهم معكم بعدا، بلاتي تا هي غنحلها. ها هما هنايا عطينا واحد الفكره ديال زعما شنو كيف زعما نقدروا نستعملوها. دايرين فيها الخضره، مثلا كل طويصه من هادو نديروا فيها شي حاجه، مثلا تجمع المملحات. وزوينين هاد الطويصات، يعني كيصلحوا الغونجمون تا همايا. عجبوني بزاف وقلت نشاركهم معكم. هانتوما البنات الا باغيين هاد ستيل، كاين حتى واحد ستيل واحد اخر داير وفيه واحد الجراره لتحت، ما خديتوش، خديت دابا غير هادو. هذه هي الاولى، من بعد ولات فاش بانت لي هذه جاتني هذه كبيره، قلت هذه حسن، قلت هذه صغيره مجموعه حسن. والحاجه الثالثه هما هاد لي بوكس دو رونجمون، لقيتهم في برلينتون، دايرين ليهم $4 $3.99، غزالين. انا ديجا كنت خديت بحالهم من روس وما كنتش عاود لقيتهم تسالاو، ودابا لقيت ساعه مثلا هما ما لقيتش عندهم بزاف، لقيت عندهم غير هاد الجوج. قلت صافي غادي ناخذهم، كينفعوا بزاف في الرونجمون، كينفعوا واحد الطريقه خياليه، خصوصا انهم شفافين، وفي نفس الوقت يبانوا انيقين. وفي نفس الوقت فاش كديري فيهم مثلا قراعي، ولا كديري فيهم باكيات ديال شي حاجه،
كيبقى باين لك شنو كاين فيها في هاد البواطه هذه ولا هاد البوكس هذا. المهم البنات بغيت نشارك معكم هاد الافكار، جيسبر يعجبوكم. قولوا لي في لي كومونتير الى عجبوكم، قولوا لي نتوما الا لقيتوا شي حاجه في ستورات ديال ميريكان اولا غيرها وكتنفعكم في التنظيم ديال الكوزينه ولا ديال الدار اون جينيرال. ودابا غندخلوا للكوزينه نشارك معكم بعض الوصفات. واول حاجه غادي نبدا بها هي لا باطا بيتزا. باش نديرها ونخليها ترتاح، اللي درتها بهذا الطحين هذا ديال القمح صراحه هو اللي ولا كيعجبني، وراه ما فيهش الرخاله، ماشي ضروري تغربلوه. صافي غادي ناخذ، انا نورمالمون كندير غير عيني ميزاني، مي غادي درت لكم داك الزلافه باش تعرفوا القياس اللي درت. صافي غادي نعجن العجينه عاديه ديال لا باطا بيتزا. درت شويه ديال الملحه، تندير واحد جهد 3 المعالق كبار ديال زيت العود والاعشاب المنسبه، هذوك الاعشاب الايطاليه اللي كيكون مخلط فيهم بزار فلفل حلو وبزاف ديال الاعشاب واحد اخرين. كنستعمل هادو اللي كناخذهم من سامس كلوب، راه كتكون مكتوبه عليهم ايطاليان شي حاجه دايرين بحال هكا. صافي كيف ما قلت لكم غادي نعجن العجينه ديال لاباطا بيتزا عاديه جدا. درت الخميره ديال الخبز ماشي الخميره ديال الحلويات. بامكانكم تزيدوا واحد المعلقه صغيره د الحامض ولا د الخل حتى هي كتفتيها، مهم انا هاد المره ما درتهاش. غادي نبسبس العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا باش داك الزيت يتجانس مع العجينه كامله، وغادي نخلطها بالطريقه الاعتياديه. من بعد غادي ندوز باش نوجد لافارس اللي غادي نوجد بها المملحات ديالي. هنا في واحد المقله اللي ما كتلصقش درت جهد 4 المعالق ديال زيت العود، ودرت البصله باش تشحر. غنخليها حتى تاخذ واحد اللون ذهبي، راه كل ما تشحرت لنا البصله كل ما كتعطينا مذاق زوين. ومن بعد غادي نزيد عليها الكفته ونزيد عليها الفلافل. هذا الشيء اللي غادي ندير اليوم. كل مره راه نقدروا ننوعوا في لافارس ديالنا. شوفوا البنات هاد الكفته شحال كيخرج منها ديال الدم، انا ديما كنديرها في واحد الطويصه بحال هكذاك، كنخليها حتى تسقطر عاد كيف كنستعملها. راه ما يمكنش الكميه ديال الدم اللي كيخرج منها، ولكن راه حلال، راه خديتها من سامس كلوب، راني ديجا شاركت معكم واقيلا ديك المعلومه. بالنسبه للعطريه غادي ندير شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، غير شويه ديال الملحه باش نحافظ على المذاق ديال كل حاجه في هاد لافارس. وصافي راني كندير عيني ميزاني، ولكن البنات الا بغيتو تاخذوا العبار راها معلقه صغيره من كل حاجه، والملحه ما كنكثرهاش انا بزاف، المهم كل واحد على حسب الذوق ديالو. من بعد ما تشحرت ليا شي شويه هذيك الكفته مع البصله غادي نزيد الفلافل. هنايا اختاريت ندير 3 الفلافل د الالوان، بامكانكم ديروا الفلفله اللي كانت متوفره عندكم. هاد لافارس هذه غادي نديرها غير بالفلافل، ما غندخل عليها حتى شي خضره واحده اخرى، راه المذاق كيجي مختلف. هنايا غادي ندوز باش نوجد واحد لا بريباراسيون هي اللي غادي نستعمل باش غادي نلوي هاد المملحات ديالي ولا هاد المسيبنات اللي غادي نوجد اليوم بواحد الطريقه معينه. درت 2 ديال البيضات، كاس صغير ديال الحليب، وكاس وربع كاس ديال زيت البلديه اولا زيت العود. تصوروا معايا البنات هذا الفيديو مسجل في 2 مارس، نهار 2 مارس، وحنايا اليوم 7 مارس ولا معرفت 8 مارس، عاد كيف كنصاوب المونتاج ديال هذا الفيديو باش غنشاركو معكم. راه الوقت سبحان الله العظيم كيفاش كيدوز بالزربه. المهم البنات غادي نستعمل الاوراق ديال الارز، وغادي نستعمل حتى الاوراق ديال هذوك اللي كنديروا بهم البريوات. المهم تبعوا معايا الطريقه وتبعوا معايا شنو غادي ندير. هادو البنات هاد الوريقات هادو اللي راهم دابا معروفين، هما اللي في الصراحه متواجدين عندنا هنايا في ميريكان. نتوما الا عندكم هذيك الورقه د البخار راه احسن. خليت لافارس ديالي حتى بردات باش ما تقطع لياش الورقه. هنايا غادي نغمس هذيك الورقه ديال البريوات ولا ما عرفت شنو نسميوها في هذاك الخليط اللي وجدت باش كترطب وباش كتجي زوينه ما كتبقاش قاصحه. راه بزاف د البنات كيبغيو يديروها في الفران وكتخرج لهم مقرمشه بزاف وما كتصلحش للاكل حيتاش كتكون ناشفه. حتى اللي ما بغاتش دير البيضه البنات او موان دير واحد شويه ديال الزيت مع الماء دافي اولا مع الحليب دافي. صافي بحال هكذا خديت الورقه ديالي اللي كما قلت لكم غطستها في هذاك السائل اللي وجدته ولا هذيك البريباراسيون التحضيره اللي وجدنا. ومن بعد غندير فيها واحد الكميه من الحشوه وغادي نلويها بواحد الطريقه مستطيله. تقدروا نتوما ديروها مربعات، تقدروا ديروها مثلثات، تقدروا ديروها على شكل سيجار، لكم الاختيار. المهم كل مره نوعوا لي مع راساتكم. وصافي هذا مكان، ونفس الطريقه غادي نكملها حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي.
كنتمنى البنات تجربوا هذه الطريقه اللي عطيتكم، راه بصح المذاق كيجي مختلف على فاش كنخلطوا اولا فاش كنكثروا العطريه اولا فاش كنخلطوا خضر واحد اخرين. صافي دابا غندير المقله ديالي تسخن شي شويه وغادي ندير هاد المسمنات ديالي ولا هاد المملحات ديالي يطيبوا بطريقه عاديه غير في المقيله. تقدروا ديروهم في الفران، انا حيت عندي غير كميه صغيره غادي نديرهم غير هكذا فوق البوطه ونخليهم يتحمروا من جوج الجهات. هاد الورقه هذه راه كتجي بحال المسمن وما كتاخذش بزاف ديال الوقت في الطياب. غادي نرشهم غير بشويه ديال زيت العود ومن بعد غادي نبدا كنقلبهم بحال هكذا حتى يتحمروا ليا من جوج ديال الجهات. فوالا البنات، نتمنى هذا الشيء يكون كيعجبكم، ولا بقيتوا حتى لهاد الدقيقه في الفيديو ما تنساوش خليو لي الراي ديالكم في التعاليق. راه نفس لا بريباراسيون البنات ونفس الوصفه، غير انا غادي نستعمل ورق ديال الروز عوض الوراق الاخرين اللي جاو بحال المسيمنات. راه غير بدلت الاناء اللي كنت دايره فيه هذيك لا بريباراسيون، والا بانت لكم بارده تقدروا تزيدوا واحد شويه الماء دافي باش الورقه ديال الروز تطلق لكم دغيا. البنات اي وحده عندها مقاومه الانسولين ولا عندها تكيس المبيض ولا عندها عسر في فقدان الوزن او حتى الا عندها السكر من النوع الثاني، يعني هذاك اللي ما كيضربوش ليه الانسولين، يستعمل هذه الورقه ديال الروز عوض الورقه ديال الطحين وعوض المسمن ديال الطحين وعوض اي حاجه. راه غتشوفوا فرق كبير. هو بصح المذاق راه ما كيجيش 100% بحال، ولكن المذاق ديالها راه مقبول. المهم كيف ما كتشوفوا درتها في هذاك الخليط ديال البيض والحليب والزيت، ودرت عليها شويه ديال السميده، درت الخلطه ديالي اولا الحشوه ديالي لداخل ولويتها بحال شي مسيمنه. غادي نحاول نخالفهم، يعني واحد نص الورقه نديرو من الفوق والنص نديرو من التحت كيف ما كيبان لكم هنايا في لا فيديو، باش ما تجيش الوصفه ما تجيش هذيك الحشوه باينه من واحد الجهه. ومن بعد في الاخر راني غادي نضوبل ليها هذيك الورقه. صافي البنات نفس العمليه غادي نعاودها حتى نكمل هذيك الكميه اللي عندي. راه الورقه كتاخذ واحد شويه الوقت باش كترطب، ولكن عاوتاني ما خصكمش تخليوها بزاف هذيك لا بريباراسيون، سينون غادي تبدا تقطع لكم وما تبغيش تهز. صافي كيف المره الاولى غادي ندير غير شويه ديال السميده باش كيجيو بحال شي مسيمنات، وغادي ندير الحشوه ديالي من الداخل. كيف ما شفتوا راها بسيطه جدا، راها حشوه وحده البنات تقدروا ديروا بها بزاف ديال الاشكال باش كل واحد في الدار ديالكم عندكم ياكل داكشي اللي كيعجبو. المهم البنات انا غادي نكمل الكميه اللي عندي ونتلاقاو باش نشوفوا النتيجه ديال هادشي اللي وجدت معكم اليوم. راه نفس الوقت اللي كنت كنوجد هاد المسيمنات بالورقات ديال الروز كنت كنطيب فيهم هادوك المسيمنات الاولانيين. صافي هنايا راه خداو واحد شويه اللون اكثر من اللازم، ولكن راه ما تحققوش، راه جاو مزيانين. صافي غنبقى نقلبهم من كل الجهات حتى يبانوا ليا خداو اللون من جميع الجوانب، وغادي يكونوا ديك الساعات طابوا ويكونوا واجدين. هنايا غادي نضوب لهذيك الورقه ديال الروز. كل مسيمنه من هذوك اللي وجدت غادي ندير لهم ورقه زايده وكنطويهم مخالفين، وحده كنديرها هنايا الفوق والاخرى كنديرها من التحت باش كيجيوني هكا بحال شي مسيمنات وكيكونوا متوازنين. الكميه ديال الوراق اللي كتكون الفوق كتكون لتحت. من بعد غادي ندوز نطيبهم في المقله حتى هما بالطريقه الاعتياديه. راه كياخذوا واحد شويه ديال الوقت باش كيطيبوا، ما كيبغيوش العافيه مجهده حيت ما كتبغيش تطيب بزاف، سينون كتولي بحال الكاوتشو بحال كتلصق. ديروا ليها غير عافيه مهيله وتتشوفوها بدات كطيب، بدات كتاخذ هذاك اللوين ديالها وبداو كيتنفخوا، يعني راهم طابوا مزيان من الداخل. وصافي وكتقدموهم في طبيصلات اللي بغيتو بالصحه والراحه. نتمنى هاد الوصفات يكونوا عجبوكم. ما تنساونيش البنات من اللايك باش تشجعوني نزيد نشارك معكم فيديوهات واحده اخرين،
والاشتراك في القناه باش القناه ديالنا تكبر والعائله تكبر ونوصلوا ان شاء الله لواحد العدد كبير ديال المشتركين. ورمضانكم مبارك كريم، وكنتمنى هاد الوصفات يعجبوكم وتجربوهم، خصوصا تخليوا لي راي ديالكم في التعاليق الى جربتوهم. هنايا وجدت فينا نحطهم، غادي نقدمهم على هذه الطريقه، وغادي ندوز باش نكمل البيتزا ديالي. اللي عقلتو اللي وريتكم راني عجنت لاباطا بيتزا هي الاولى، صافي غادي نتقبها بحال هكذا غير باش ما تنفخلياش في الطياب في الفران، وغادي نعمرها بطريقه عاديه. راكم عارفين كلشي البيتزا كل واحد شنو كيبغي يدير فيها. هنايا كنت كنحمر شويه ديال الشامبينيون. انا بصراحه كلشي كنديرو في البيتزا خضر، يعني كيطيب كلشي في الفران بالحق الشامبينيون حتى كيطلق الماء كنبغي نحمرو هو الاول عاد ندير لا غارنيتور. وها هي البيتزا ديالنا. هنايا غنكونوا وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو، نتمنى يعجبكم ونخليكم على خير ونتلاقاكم في الفيديو المقبل ان شاء الله.